والقتل تم عمد القتل عمدا وظلما وعدوانا مع سبق الترصد والإصرار. والطلقة أين؟ مع سبق الترصد والإصرار. أين الطلقة؟ الطلقة دخلت حاتما باية حتى أنا من الرقبة وخرج من قفر. يعني القتل كان عمد، وهي دار إني واحمة ولا تعرفها ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عصام الغولي عاقل حارة السلام شملان الذي تم قتل زوجته وهي حامل أمه. أيوه في الشهر الثامن. وهي حامل في الشهر الثامن من قبل اسمها سمية العاضي. سمية العاضي. القضية التي انتشرت في السوشيال ميديا نسمع منه التفاصيل كاملة. أي سبب القتل؟ هو ما فيش خلاف بيننا وياها، بس يعني هي من أحد سكان الحارة عندي. فقبل يعني 3 أشهر، حوالي 3 أشهر، ليلة عيد الأضحى المبارك، قامت بإطلاق النار على أحد جيرانها الساكنين معها في نفس العمارة في الدور الثاني، على زوجة الأخ المدعو المجني عليه حازم النصيري وزوجته وأولاده. رمت عليهم حد. ليش؟ ومنح صاحب البيت رفع البندق، قطر الله من صاحب البيت على مشيته. ليش رمت عليهم؟ هكذا مزاج من خالف الرأي، يعني كلمة الحق ضد، يعني ولو كلمة حق تظن ان وين زوجها؟ وين ما بيش لا معها زوج ولا لقينا لا زوج ولا اب ولا قريب ولا لا بالله ساكنه في البيت. موضوعا مش 3 بنات. عندها مدري 3 بنات. 3 بنات الظهر زوجها امشي رز البنات شهداء طلقها مطلقه. ايوه ايه طيب يقولون شهداء ماشي شهاده والله ما يجيب شهاده. يقول الفيديوهات حقها قلت لك يعني بل ابلغوني الجيران الذي كان هامك ووقت الحادثة قبل المغرب يمكن بربع ساعة أو 3 ساعات. فقمت أنا بإبلاغ الجهات الأمنية الذي منطقة الشملان بالحادثة وبما تم يعني من اعتداء وإطلاق النار من قبل المجرمة سمية العاضي. فأبلغوني المنطقة بأن أنتقل للتأكد ورفع تقرير حول الواقع على ما حصل. أنا بدوري تم انتقالي إلى مكان الحادثة أو الواقعة، ولقيت أحد الجيران، مجموعة من الجيران، فسألتهم وضحوا لي أنه تم إطلاق النار من قبل المجرمة سمية العاضي على جارها الساكن معها في نفس العمارة المجني عليه حازم النصيري وزوجته وأولاده. تمام. فقمت فعلت التقرير بما تم بالحق، مناصرة حق، قياما بواجبي الأمني بما يتحتموا علي عملي أمام الله وأمام خلقه تعال الحالة. يعني رفعت أيش الذي حصل؟ التقرير بالحادثة بأيش الذي حصل، وإنه حصل إطلاق نار، ولقيت الظروف الفارقة موجودة، وهذا صورة من التقرير. هذا صورة الذي رفعته إلى الجهة الأمنية. تمام. وكان ليلة عيد، فالجهة الأمنية قاموا بواجبهم بأكمل وجه، بارك الله فيهم وكتب الله أجورهم، ورفعوا القضية إلى النيابة المناوبة. إلا إن كان مع العيد وإجازة عيد وما أدرك المجني عليه ما عاد تابع، تكاسل شوية وكان يتابعني وكان يقول له ليش ما تصير النيابة المناوبة؟ كذا الجهات الأمنية رفعت قضيتها إلى الجهات النيابة المناوبة. تمام. فكملت إجازة العيد وبدأ يتابع النيابة المختصة الذي نيابة غرب القضية التي حصلت والاعتداء على إطلاق النار. تمام. فقام يتابع في أثناء المتابعة صدر أمر قهري. أول أمر إحضار، طلب إحضار وخرج يعني محضور من النيابة إلى الحالة على سمية العاضي. طلب الحضور لسماع أقوالها حول التهمة المنسوبة إليها. تمام. اتصلوا بي، أنا كنت مسافر هذا اليوم، قلت لهم أنا مسافر والمحضر قد خرج فعل عمله وأنا دقي وأفيد. فعل عمل المحضر واجبه ورفع الإعلان إلى النيابة. عززوا بعد أسبوع بأمر قهري، ما رضيت تحضر. ما رضيت تحضر. عززوا بأمر قهري، قامت في نفس اللحظة وهم بيعززوا بالأمر القهري وعمموا على جميع النقاط ومداخل الجمهورية، مداخل العاصمة، على أساس إلقاء القبض عليها. قاموا يعني في أثناء قامت هي المدعوة سمية العاضي في أثناء ما هم يعمموا بالأمر القهري بإنزال فيديو. نزلت فيديو
تطعن في عرض من؟ في عرض هذا المجني عليه حازم النصيري الذي وبسرته وبناته الذي صايحه الذي اطلقتها النار عليه. ما قالت في الفيديو. قالت انه يعني انهم بيتعارى وان الناس بيجوا يخزنوا عندهم وبنات بيسن ال50 وساعات كانت هكذا في الفيديو. لاحقكم داقكم هذا اللفظ. نعم والفيديو موجود مثبتها قضيه في اثناء وعادي ما ضبطوها بالامر القهري موجب الامر القهري. تمام. ايوه. وانها بتطلع ال50 تخزن معاه يعني كبار وفوق صوالين وبمطرات بجولهم وكذا بهذا الشكل. تمام. بعدين وفعلت شويه للعادل انه متواضي وانه فاسد. على اساس ايوه على اساس انا والمنطقه الامنيه نفس الخبر. مع ان المنطقه الامنيه قامت بواجبها باكمل وجه والعادل كذلك. وحينها تم ابلاغي بالفيديو هذا قلنا وثق فالنيابه تطبق الاوامر القهريه موجوده. هذا قبل ان يصدر الامر القهري في اثناء تجهيز الامر القهري. تمام. صدر الامر القهري جلسوا يتابعوها الجهات الامنيه قاموا بواجبهم على اكمل وجه بارك الله فيهم واجبكم الامني وكانوا يتواصلوا بي على اساس نجهزها او نبصر الاوقات التي تتواجد فيها. فكانت ما تتواجد الا الليل. تخرج الساعه 7 الصباح 7:30 هذا المدعو اسمه يا العاضي. تخرج الساعه 7:30 صباحا ما ترجع الا الساعه 8 مساء فالليل. فجلسنا نتابع الموضوع حتى تم القبض عليها وارسالها الى النيابه. المهم اخيرا تم اطلاقها من النيابه بموجب ضمانه. خرجت من القضيه هذه. ايوه من القضيه. القضيه الذي رمت على القضيه التي الجيران على نفس الجار هو نفسه. نفس الذي رمت عليه ونفس الذي نهجت في عرضه. خرجت بضمانه. تمام. فجلسنا مع الايام تابعوها يعني خرجت بضمانه. الرجال تابع قضيه النيابه الغرب وقام يعني صدر قرار اتهام ان صدر قرار الاتهام الذي يفسره. احنا نسين دحين صدر قرار الاتهام هذا يعني جريمه. القضيه صدر قرار الاتهام بموجب قرار الاتهام سحبت الملف وبصرت التقارير حق العاقل. بصرت التقارير الذي رفع الثاني وبموجبها تم يعني ارسال الملف الى النيابه بموجب تقريري وشهاده الشهداء الذي حضروا الذين مساكنين معها في نفس العماره اللي تم اطلاقنا وجنجنونها. بدات تشن حمله على العاقل ان العاقل فاسد وان العاقل يعني حق النسوان وان العاقل حق فحات. يعني الذي هذا امس الفيديو هذا مؤخرا قبل امس الليل الذي نشرته قبل القتل فيديو قبل القتل يعني ليله القتل. ليله القتل نزلت فيديو. ليله القتل نزلت فيديو. اي شيء فيها العاقل انه تزوج مرته فزها هكذا وصار بطريقه غير شرعيه ثانيه زوجتي مع ان زوجتي ما تسوى لنا على الحكايه. تمام. مرتي يعني طاهره عفيفه ولا يشرفني ان انا اقارنها بزوجتي. تمام. فقامت شنت علي الحمله وقالت الذي قالت وقالت اني يعني فعلت يعني التقرير حقي كذب ومزور وكذا بهذا الشكل. يعني ايش توصل انه العاده حتى حاب انك تخليه ان التلحف يكون معك ما يجي ما يكون معك. تمام. يعني اني حساسيات واضحه من التقرير الذي انت رفعته. اني واضحه شدت العداء علي لاني قمت بواجبي الامني. قمت بواجبي الامني بما يتحتم علي ضميري امام الله وامام خلقه ورمي عادل حاله. تمام. وبعدها كيف حصل؟ شنت الحمله علي في الفيديو اخر الفيديو حتى قبل امس. حتى قبل امس وما بالله. تمام. فنزلت الفيديو هذا وفعل شويه المنطقه قالت انهم يعني حرامي او مخانث او ما قالت يعني ضمت الكل. المرأة هذا بتنهش في اعراض جميع الشعب اليمني وفي نسائنا وبناتنا جميع الشعب اليمني وبتنشر الحرب الناعمه وبتنشر الرذيله. الحرب الناعمه التي احنا بنحاربها وهي بتنشرها في جميع مقاطعها واناشد الدوله. تمام. ايش حصل؟ زوجتي بصرت الفيديو. انا كنت عند المرة الاولى. متزوجتين. كنت عند المرة الاولى. تمام. زوجتي الثانيه بصرت الفيديو هي واختي. بصرنا الفيديو الليل وما علي الصباح هذا قمت انام هي مشوار. شغلت سيارتي باب بيتي وقلت اسير على مشواري ما علي وزوجتي واختي جينا لا عند السياره فالبيت الثاني وجوار بيتي ما بيش فرق يعني متلاصق البيتين.
فقامت تجابرني بالفيديو قالت ابصر هذا كذا بتكلم علينا وقالت قلت ما هو الخبر. قالت ابصر الفيديو انه بيشت وسب وقذف لنا تمام يعني خرجتنا من الاسلام. قالت تسير لا عندها على اساس تقول لها تمسح الفيديو. قلت يا مرة لا تسيري هذا دايم. قالت هي تعرفني وانا اعرفها وهي قلت تجد لا عندي وتغطي يوم عندي على اساس اني تمسح الفيديو واحنا نسير يعني على اساس اني لا عندها ونختي شارع 30 نبز لنا بس انا واختك تمام نبز لنا بس ونرجع عند المخيطه تستأذن من عشي على هذا الاساس. تمام. قلت لا على بركه الله انا من رايي نجي. قالت خليني اسير اقول لا تمسح الفيديو ما فيش حاجه لا تدخلنا مع هذه المهادرات لا كذا لا سمعت لنا حاجه. قلنا ان شاء الله. فسرنا وصلتنا على طريقي طرحت قرب البيت وسرت على غرضي على اساس ان انا اسير على غرضي. ما بيش خطيت يمكن 4 أو 5 دقائق ما علي اختي بتصلي اذا انا عند فتح الرحمن محطه فتح الرحمن قرب محطه فتح الرحمن بتقول لي ارجع رمت علينا ارجع بتقابلني وبدي يعني مبلوط. هذه اختي رجعت لا عند اختي ما به. قالت رمت علينا وبدي يفرقنا الثاني ما به ما وين مرة انجت المرة. قالت ما انا داري انجت هي عنده او خرجت هربت او ما انا داري. المهم اغمي على اختي. فرجعت انا قلت خرجت كيف خرجت؟ صدقت قالت انا ما عطرت شغل سيارتي ولفت على المربع حول السور حق الجامعة. قلت ابصر المرة قد خرجت ورجعت لها نفس المكان وقد واحد بيتصلي من الحارة بيقول مرة مقتولة. أنا ضاقت علي الدنيا ما عتريت الدنيا. أوصل وبه مجموعة من أبناء الحارة اثنين دري 3 موجودين ومرتي مقتولة باب سكن شقتها المدعوة الجانية المجرمة سمية العاضي. وكانت واحمة في الشهر الثامن جانين في بطنها ذكر يعني فعلت كشفها قبل أسبوعين والحمد لله على قضاء الله وقدره. الحين وين هذه السمية؟ هو نزل تم إبلاغ الجهات الأمنية من قبلي نزلوا قاموا بواجبهم على أكمل وجه وتحرروا من الجريمة وجمعوا الاستدلالات وتحرروا من مسرح الجريمة وتم نقل زوجتي المجني عليها إلى ثلاجة مستشفى الثورة. وبالنسبة للمجرمة الجانية بعد تفاوض ما خرجت من الساعة 9 وربع ما خرجت إلا الظهر 9 الليل 9 الصباح وزدنا جرت فيديو بعد الجريمة بتغادى يعني بتقول أنا طيبت خاطري وقتلتها وطيبت خاطري. هذا فيديو بعد الجريمة أثناء ما هم مطوطين على الدكاتين ومسحتك في نفس الأثناء. حتى الفيديو الذي نزلت علي الليلة الماضية مسحته بفضل الله تمام لأن الإنسان الصادقين كما الإنسان يعني عمل الوجه الله نسخوا بعض المتابعين. المهم وانتشر في الفيسبوك نسبيا ولقينا الفيديو الحمد لله. والثاني بعد الجريمة هذا والثاني بعد الجريمة اعترفت بالجريمة وهي لا زالت معترف فالخبر عندك. يعني الفيديو بعد ما قتلت عملت فيديو وانتشر ومسحته مشوه صاروه وما طبعوا عاد احنا بنبحث من ولدينا بس قديم معترف وكما قامت بإغلاق السكينة العامة للحي لأكثر من مرة وهي تقوم بإطلاق النار على سكان الحي لأتفه الأسباب وتقوم المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لثقافة الحرب الناعمة وترويج ثقافة الرذيلة والانحلال واستهداف الشخصيات الاعتبارية بتشويه سمعتهم وتشويه سمعة الدولة التي تقوم بأداء واجبها والتلي مقاطع الفيديو في اليوتيوب فحفاظا على سلامة المجتمع وسكينته واستقراره. نطالب الدولة والجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات بالمذكورة لارتكابها لما ذكر من جرائم آملين أن تجد شكوانا هذه ومناشدتنا آذان صاغية لدى الجهات المختصة حرر بتاريخ يوم الأربعاء. هذا طبعا التواقيع كلهم باسمه وصفته من جميع أهالي حي حارة السلام.